ازيكم يا شباب. هنحل دلوقتي مسألة سي من شيت الريكيرجن. طيب المسألة بتقول ايه؟ هاخد ان تمام وطبع لي كل الارقام من اول ان لحد ايه الواحد بينهم سبيس. فكك من السبيس دلوقتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو مثلا ادانا الاربعة تمام، فراح طبع الاربعة، بعد كده التلاتة، بعد كده اتنين، بعد كده الواحد. طيب نرجع كده للسبيس. يعني بين، هو بيقول لك مفصوله بالسبيس، يعني ايه؟ يعني بين كل رقم والتاني سبيس. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان البدايه مش هتكون قبلها سبيس والنهايه مش هتكون بعدها سبيس. تمام، وهو بيقول لك في البدايه والنهايه مفيش سبيس. يعني المهم يعني هنا جه عند الاربع مفيش قبلها سبيس تمام، لكن والواحد مفيش بعدها سبيس، لكن من بين اي حاجه والتاني اهو في سبيس في سبيس. طيب خلاص كده المساله وضحت. خلينا بقى نديك هنت. الهنت هيكون عبارة عن ايه؟ فكر كل رقم ده لوحديه عبارة عن ايه؟ عبارة عن ستيت، عبارة عن فانكشن لوحديها، فانكشن ريكيرجن لوحديها، عبارة عن ريكيرسيف كول، عبارة عن في التري اللي هو الفرع في التري. تمام. طيب علشان انت يعني هم كلهم بنفس المعنى يعني. طيب في كل فانكشن زي دي انت هتعمل ايه؟ هتطبع رقم. يعني ايه؟ كل رقم هيكون ليه فانكشن لوحديها. طيب عشان انت تطبع الرقم ده، هل انت هتطبع قبل الريكيرسيف كول ولا تحت الريكيرسيف كول؟ لان طباعه الرقم عباره عن ايه؟ عباره عن ستيتمنت بالظبط. طيب تعالى بقى نرسم التري. هو هيديك ان وتطبع من ان لحد واحد، واول حاجه هو هيعملها ايه بالظبط؟ اول حاجه هيطبع ايه؟ الاربعه. يبقى انت التري بتاعتك هتبدا من كام؟ من الان بالظبط. لو الان هنا هتكون بتلاته، يبقى هتروح على ايه؟ اول حاجه هتبقى بتلاته، بعد كده هتنقص من تلاته واحد، يبقى هتبقى اتنين، بعد كده تنقص واحد بقيت واحد. اول ما توصل للواحد لا خلاص، ما دي النهايه، من اول ان لحد واحد. يبقى انت كده التري بتاعتك خلص. طيب كلام جميل. واتفقنا اللي هو كل فرع هيطبع الرقم بتاعه. يعني فرع التلاتة دي هتطبع تلاتة، وفرع الاتنين هتطبع الرقم بتاعها. طيب تمام، ده كلام جميل. يبقى بقى نكتب ايه الكود. اول حاجة هنسأل نفسنا اهو، خلينا نكتب ريكيرجن. اول حاجة هنسأل نفسنا ايه الريتيرن تايب بتاعنا؟ هل الفانكشن دي هترجع حاجة ولا لا؟ هترجع قيمة؟ لا مش هترجع قيمة. يبقى نوع الريتيرن بتاعك ايه بالظبط؟ فويد، لان مش هرجع قيمة. وهنا اتفقنا ان هي كل فانكشن ريكيرجن عبارة عن ايه؟ ستيت، كل فانكشن منفصل عن ذاتها في حالة الديفايد يعني. طيب اول حاجه كتبنا يعني الريكيرجن بتاعنا، الريتيرن تايب. هنكتب اول حاجه ايه جوه الريكيرجن بالظبط؟ البيس كيس، امتى فانكشن الريكيرجن دي هتقف. تمام تمام جدا. هتقول لي فانكشن الريكيرجن هتقف عند الواحد، هقول لك ماشي تمام. بس امتى الواحد ده اخر التري بتاعك صح كده؟ الكلام ده احنا قلناه قبل كده وبنعيد برضه. ده واحد تمام، ده نهايه التري بتاعتك تمام. بس انت عند الواحد ده انت هتطبع الواحد، انت مطالب منك انك انت تطبع الواحد. طب يبقى معنى كده ايه؟ جوه الفانكشن دي انت هتطبع حاجه. طب وليه؟ طيب تتعب نفسك يعني. احنا نخليها بعد البيس كيس بتاعتك ايه؟ بعد النهايه بتاعت التري بواحد. يعني بعد النهايه فرع تاني بعد النهايه هيكون ايه الرقم التاني بعد النهايه بالظبط؟ الصفر، لانك انت كل رقم بتنقص منه. طيب ليه؟ لانك انت عشان اول ما توصل للصفر ده حاجه مش تبع التري اصلا، فانت هتعمل ايه؟ هتموت على طول، مش هيكون ليها اي لازمه غير ان هو ايه؟ يوقف فانكشن ريكيرجن. طيب يبقى الستيت بتاعتك هتبقى بكام؟ البيس كيس بتاعتك بصفر. وصلت لحد هنا؟ خلاص موت. تمام، يبقى فانكشن ايه؟ هتموت طبعا. دي ريتيرن عشان ايه؟ فويد. ده كلام جميل. اتفقنا بعد البيس كيس هنعمل ايه بالظبط؟ الريكيرسيف كول. طيب الريكيرسيف كول انت بتاعتك هتبقى ماشيه ازاي؟ كانت عند التلاته، طبعا اتفقنا ان كل فرع عباره عن ريكيرسيف كول. طيب التلاته بعد كده راحت للاثنين، بعد كده راحت للواحد، يبقى الاثنين دي مقارنه للتلاته ايه بالظبط؟ الرقم جال لواحد، يبقى الستيت ناقص واحد. حلو جدا. طب هل انت مع الريكيرسيف كول ده محتاج تكتب له ريتيرن؟ لا. ديفويد، هل هتكتب ريتيرن مع الفويد؟ لا مش هنكتب ريتيرن مع الفويد. طيب يبقى كده احنا وصلنا ايه؟ كتبنا الريكيرسيف كول، قاعد ايه بالظبط؟ تطبع الستيت، تشوف الستيت بتاعتك هل انت عندك ستيت ولا لا. اللي هي اصلا الفانكشن معتمد على الستيت، المساله معتمده على الستيت انك انت تطبع الستيت. طيب ايه هو الستيت بتاعتك؟ عباره عن ايه الستيتمنت يعني؟ كل فرع هيطبع الرقم نفسه. طيب يبقى انت كده عشان تطبع الستيت ده هتطبع قبل الريكيرسيف كول ولا تحت الريكيرسيف كول؟ طيب هنا انت اصلا الفرع بتاعك 3، فانت هتطبع 3، فانت هتطبع في حالتي في حاله الاستدعاءات، مش قبل ما تشيل الفانكشن من الستاك. يبقى بالظبط هتقول له هنا ايه؟ سي اوت الستيت. تمام، وهو عاوز ايه؟ مسافه. تمام تمام جدا. يبقى كده ايه؟ خلصت. لكن لو كان طبعا الست من تحت ده كان هيبقى
هيطبع بعدها وانا بشيل الفانكشن من الستاك. طيب وهنوضح الكلام ده اكتر في ايه، في التريسنج. طيب هو هنا بقى انا بقول له المسافه هو اصلا حددها لك ان هو بين كل رقم والتاني. تمام، يبقى معنى كده انا بقول له كنت هنا لما كنت بقول له الستيت ومسافه، يبقى معنى كده هيعمل لك ايه، هيطبع لك مسافه بعد اخر رقم. طيب واحنا مش عاوزين الكلام ده، عاوزين بعد اخر رقم ما يكونش فيه مسافه. طيب خلاص انت مش عارف ان اخر رقم بتاعك هو الواحد بالظبط. طيب يبقى تقول له لو الستيت بتاعتك دي تساوي واحد، لا تساوي الواحد، يبقى ساعتها ايه، اطبع لي مسافه بس كده. ولو جينا نعمل رن بقى، طبعا هناخد السي ان الان بتاعتنا، سي ان الان، وبعد كده هتبعت التري بتاعتك بدأت من الان، خلاص يبقى هتبعتها بالان. ونجرب سبمت، هنحط له التست يعني. وبعدنا ما يحمل اهو 4 طبعا 4 3 2 1 مظبوط. دلوقتي الكود صح، يبقى قاعد لنا ايه، قاعدنا نعمل التريسنج. طيب اتفقنا ان التريسنج هيكون ازاي، هيكون على الوايت بورد بالظبط. يلا نروح على الوايت بورد. تمام، هنحط هنا الفانكشن. تمام جدا، خليها كده تظهر شوية برضو. طيب اول حاجة كانت الفانكشن دخلت بكام بالظبط، لان هتساوي 3. تمام، يبقى هتخش هنا ب3. هل ال3 بتساوي، لا، يبقى ساعتها هتطبع لي ايه، اطبع ده البرنت بتاعتك، تطبع لي 3. تمام، والمسافة خلاص فوقك منه. بعد كده استدعي لي الستيت ناقص 1، يعني هات لي فانكشن تاني ريكيرجن جديدة، ولد لي فانكشن ريكيرجن جديدة يا عم، خش لي بكام، ب2. خلاص اطبع لي هنا ال2. بعد كده لا، هات لي فانكشن ريكيرجن تاني ب2 ناقص 1 ب1. خلاص نولد فانكشن تاني جديدة. تمام، ادي الفانكشن الجديدة، دخلنا بكام، بواحد. ادي الواحد بيساوي، لا اطبع لي الستيت اللي هو بكام، بواحد. وروح هات لي فانكشن تاني، فانكشن بكام، بواحد ناقص واحد، يعني بكام، يعني بصفر. خلينا هنا دخلنا بصفر، والصفر بيساوي صفر. خلاص كده انت وصلت ايه للنهاية، ودي البيس كيس بتاعتك، خلاص موتي. طيب هو كان موجود ايه في الستاك، ادي الستاك. اول حاجة كانت المين، وبعد كده دخلنا ب3، وبعد كده دخلنا ب2، بعد كده دخلنا بواحد، بعد كده دخلنا بصفر. وادي الصفر ايه، ماتت خلاص، شيلها من الستاك. بعد كده ارجع لي، كانت ايه اللي جاب لك هنا الصفر، بعديها الواحد، جاب لي الواحد. خلاص هل في حاجه تحت الريكيرسيف كول، لا خلاص انت نفذت لحد هنا. كده قاعد لك في حاجه تاني من تحت الريكيرسيف كول، لا مفيش اي حاجه. خلاص موتي وشيلها، ارجع. هل في حاجه تحت الريكيرسيف كول، لا موتي، شيلها، ارجع. هل في حاجه تحت الريكيرسيف كول، لا موت، خلاص شيلها. تمام، تمام جدا، ده التريسنج. كده احنا حلينا المسألة. خلينا طب ماشي نجيب الاكسبتد هنا، ادي الاكسبتد، ونحلها بطريقة تانية. الطريقة التانية كده فكر فيها، ايه هي بالظبط الطريقة اللي احنا حلينا بيها مسألة ايه، سي. حلو خالص. كنا بنقول ايه احنا في مسألة سي اهو. خلينا طب نجيب الكود بتاعها، وهي المسألة اجابة اكسبتد. الكود اللي حليناها المرة اللي فاتت اهو، ادي الكود. تمام، هي نفس المسألة، بس كانت العكس. طيب احنا مش كنا بنقول ايه، كنا بنقول ايه الفرق بين اللي انا اخلي الستيت من فوق او من تحت، صح كده؟ طيب احنا كنا بادئين الفانكشن، كنا باعتين الفانكشن بكام، بواحد، صح كده؟ وادي كانت التري بتاعتنا، 1 2 3. طيب لو قلت لك لو كانت الستيت من تحت بدل من فوق، خلاص هنشيلها من فوق وهتبقى من تحت، كان ايه اللي هيحصل؟ كان هيعمل ايه اهو، طبعت لي 3 2 1. كانت ازاي؟ كان اهو دي خلاص اول حاجه ماتت الفانكشن. بعد كده هنا هتيجي، هنا مفيش. هل عندك ستيت؟ عندي ستيت اللي هو بكام، اللي هو عندك الستمنت هنا. عندي ستيتمنت اللي هو كام، مطبع لي الستيت بتاعتك اللي هو كان بكام، ب3، فكنت هطبع ال3. بعد كده هل انت عندك هنا ستيت؟ عندي ستيت، ادي الستيت بتاعي بكام، اطبع لي الستيت اللي هو الفانكشن بتاعتك كانت بكام، ب2، صح كده؟ هتيجي هنا، ما خلاص احنا شطبنا هنا كتبنا الستيت من تحت. هل انت عندك ستيت؟ عندي ستيت. لسه في حاجات تانية تنفذها بعد الريكيرسيف كول. عندك ايه، تطبع كام، تطبع الواحد. يبقى طبعت ايه العكس، اللي هم 3 2 1. بس هنا كانت ايه الفرق بقى، خلاص فوقك انت، المهم انك انت فهمت الكونسبت. بس كانت هي الفرق انك انت هنا كنت بتطبع ايه بالظبط، كل فانكشن كل ستيت كنت بتطبع لها في اند لاين.
يبقى هتعمل ايه انت اصلا؟ بالظبط هتعمل العكس. طيب تمام، هنيجي هنا اهو، ادي الكود، خلاص اتفقنا ان الست هنشيله من فوق هنحطه تحت الريكيرسيف كول، خلاص حطيناها تحت الريكيرسيف كول. انت ايه بقى كده اللي مضايقك؟ خلاص ماشي، يعني خلينا نحط سبميت ونشوف التيست. لو كانت مثلا باربع، هو هيطبع له كل رقم لوحديه، خلاص يعني ده الموضوع ده سهل معاك. هتقول له هنا شيل لي البتاعه دي وخلاص، وقول لي نفس الكونديشن اللي احنا كنا كاتبينه. لو الستيت لا تساوي واحد، اطبع لي مسافه. تمام، ادي اربعة طبعت اهو. وتعالى بقى ايه نصب، هنقول له هنا سبميت لايه السي، نقول له سبميت، وادي جابت اكسبتد. تمام. طيب يبقى انت اللي هتحكم فيك ايه؟ التري بتاعتك هتمشي ازاي؟ يعني هنا التري بتاعتك كانت ماشيه بواحد، تمام، كانت في المساله دي يعني في الكود الاخراني ده، هنا التري كانت ماشيه بكام؟ بواحد، على الرغم ان هي في سي كانت ماشيه بكام؟ ماشيه بالان. تمام. لكن ايه، انت اول حاجه كانت بتاعتك التري، تمام، وعلى اساسها انت هتبدا تكتب بقى الكود. مش احنا قلنا التري هتسهل المساله؟ فخلاص انت خلاص بدات التري بتاعتك بواحد، خلاص. وانت في الواحد دي انت مش هينفع كده، كنت هنا هتطبع الستيت بتاعتك، لانك انت لو طبعت هتطبع ايه؟ واحد اتنين تلاته. فخلاص يبقى خلي الستيت بتاعتك تحت ايه؟ الستمنت يعني تحت الريكيرسيف كول. بس كده وحلينا المسألة اهو بفكرتين، وبالتوفيق.